ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى زي ما اتفقنا، مش هنقول بقى نعمل لايك والكلام ده، اهم حاجة ندعي لاخواتنا في غزة يا رب ينصرهم يا رب ان شاء الله. فيديو النهاردة بقى بعد ما ناس كتير قطعت المنتجات اللي مش عايز اقول اسمها علشان الفيديو ما يتمسحش، فالنهاردة بقى هنجيب منتج مصري اتشهر مرة واحدة، يعني كان مشهور من زمان جدا وبعد كده طلع تاني وبعد كده رجع اختفى، بعد كده الايام دي رجع جامد قوي. فالنهاردة بقى معانا مشروب غازي اسمه سبيروس باتس. قول يا دوحة. المنتج ده سبحان الله مرة واحدة اتشهر كده مع مقاطعة المنتجات، بس سبحان الله يعني الرزق مكتوب للشركة دي وما تعرفش الرزق بيجيلك امتى. يعني الاول كنت انا بلاقي المنتج ده في التلاجة، بصراحة انا عمري ما جبته وكنت بلاقيه على طول وما كنتش بشتريه. النهاردة والله دورت في اكتر من 20 محل وما كنتش لاقيه، في الاخر لقيته. اخر ما تعبت واخر ما دورت دخلت كده في شارع جانبي لقيت محل بيقفل وبيشد الباب، بسأله عادي وكنت قست قلت بقى خلاص مش هلاقيه. وسبحان الله يعني الراجل بيقفل برضه ومش عارف الرزق سبحان الله بيجيله منين برضه. الراجل لقيت عنده الاربع انواع وفي نوع ناقص تقريبا اللي هو بطعم العنب، بس برضه كان خلصان، قلت ايه احسن من مفيش. فالنهارده بقى قلت اجرب المنتج ده لان المنتج ده يعني الشعب كله تقريبا بقى يجيبه، عمل ضجه كبيره قوي على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، مع انه المنتج ده من 1920 وكان صاحب الشركه يوناني، وبعد ما اتعرف فتره كبيره طبعا بعدها اختفى فتره كبيره جدا، بعد كده رجع من حوالي 3 سنين برضه ما رجعش الرجوع القوي، بس الايام دي باذن الله يفضل ثابت على وضعه. نجرب بقى اول حاجه معانا وهو التفاح الاحمر، وشكله زي ما انتم شايفين كده. سعر كل واحده من دول بيبيعها ب 10 جنيه، هو بيبيعها لك زي الكنزايه كده ب 10 جنيه، بس هي اصلا كانت ب 8 جنيه. في ناس بتبيعها ب 8 زي ما هي، وفي ناس بتبيعها لك زي الكنز ب 10 جنيه. طبعا التجار وممكن الناس تلاقي اصلا بتبيعها اغلى من كده، فبلاش يعني منتج يكون لسه طالع والمنتج بقى، ونشجع المنتج المصري ان هو فعلا يتعرف. ده غير بقى زي ده حاجات تانية كتير. ليه بقى التجار يعني انت بتكسب بس ما تأفورش، ان زي ما انت بتبيع بما يرضي الله هيجي برضو في يوم زي ما الشركة دي اتشهرت وانت هتتعرف قوي اي بقى سوبر ماركت كبير. شوف بقى اول حاجه معانا التفاح الاحمر، حجمها 330 مللي يعني نفس حجم بتاع الكنزايه. نشوف بقى الطعم معانا، شكلها حلو كده والصودا فيها كتير. نبدا نشوف الطعم، بسم الله. لا حلو قوي بصراحه، الصودا فيها كتير ونفس الطعم بتاع فانتا التفاح الاحمر، ما اتغيرتش قوي عن التانية. فاول نوع معانا جمدان. نشوف بقى تاني حاجة معانا ويلا بينا. تاني حاجة بقى معانا وهو الصودا ليمون. الصودا ليمون بقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده، والشكل بتاعها بيفكرني باللي هي اسمها بيج كولا تقريبا. البيج كولا بصراحة يعني برضو شركة محترمة وشركة مصرية طبعا. دي سعرها برضو زي التانية وزي ما قلنا سعرها كلها واحد 10 جنيه. نشوف بقى طعمها كده جمدان بقى زي التانية ولا ايه. بسم الله. برضو طعمها الصراحة حلو قوي، الصودا برضو كتير فيها مش قليلة، وطعم الليمون باين فيها. مش هقولك ان هي قريبة للسيفن اب، فيها الليمون اكتر، حتى باين على الشكل ان الليمون كمان يعني باين قوي في الطعم، فبصراحة حلوة برضو قوي. ندخل بقى على تالت حاجة معانا ويلا بينا. تالت نوع بقى معانا وهو اليوسفي. الشكل بتاعه كده قريب من شكل الميريندا، شوف بقى بطعمه هيبقى قريب للطعم بتاع اليوسفي بتاع ميريندا ولا لا. نبدأ بقى كده نشوف طعمها معانا، بسم الله. طعمها برضو حلو بس الصراحة مش للدرجة بتاع التفاح الأحمر، وكمان اللي هي الصودا ليمون. حاسس إن الصودا هنا أقل شوية من التانيين، حتى أنا ما حسيتش بإن هي بتفور زي التانيين. وإنما طعم اليوسفي مش هقولك إن هو مش باين، لأ باين، بس الصودا برضو مش قوي. حاسس إن في حاجة برضو في الطعم، في حاجة ناقصاها، فهو لو حسن في دي شويه يعني هي ناقصها حاجات بسيطه. هي بصراحه حلوه مش وحشه، بس التانيين كانوا احلى. نشوف بقى اخر حاجه معانا ويلا بينا. اخر نوع بقى معانا وهو طعم الاناناس، وشكله زي ما انتم شايفين كده.
وده برضو مش اخر نوع في الشركة. زي ما قلت لكم عنده العنب، معرفش عندهم حاجة تانية ولا لا، بس هم دول الاربع انواع اللي انا لقيتهم بالعافية في المحل اللي انا جبت منه. نشوف بقى طعم الاناناس معانا. نبدأ كده نشوف الطعم. بسم الله. الاناناس برضو حلو. انا مش عارف بصراحة الشركة دي كانت مختفية فين، وسبحان الله ربك لما بيكرم. الناس خلصوا على المنتج، ما بقتش الاقيه في اي محل ولا حتى اي كشك، لدرجة ان الشركة كمان ما بقتش عارفة تلاحق، بقت تنزل عايزين موظفين ان هم يتعينوا كمان عشان هم كمان يبدأوا يوزعوا المنتج على انحاء الجمهورية كلها. وبصراحة الاناناس برضو مش وحش، بس طعم بصراحة التفاح كان احلى، بس ده برضو جامد قوي. والله غريبة يعني، الحاجة موجودة في مصر بس ناقصة تطلع ترندات. بس فده المنتج اللي معانا النهاردة. فبصراحة عايز اعمل من الفيديوهات دي كتير، لان يعني في حاجات كتيرة موجودة في مصر، منتجات بس مش معروفة قوي، بس فعلا تستحق ان احنا نجربها وان احنا نشتريها، بدل ما نشتري حاجات مش مصرية تبع دول مش عايزين نقولها. بس فالفيديو النهارده كان اللي معانا احسن نوع التفاح، وبعد كده الاناناس، وبرده صودا الليمون، وفي الاخر طعم معانا اليوسفي. انما العنب بصراحه انا مش عارف الطعم بتاعه ايه، ومش عارف في انواع تانية ولا لا. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه.